وفعلا بيروح يقف على قمة الجبل وبيكون خلاص هيرمي نفسه، لكن ميا بتشوفه بالكاميرا بتاعتها فبتصرخ بصوت عالي وبتمثل ان هي فقدت الوعي. فبيسمع كايل صوتها وبيجري عليها علشان يساعدها، لكنه بيكتشف ان ميا عملت كده علشان تنقذه من الموت. وبتنجح ميا ان هي تمنعه من ان هو ينتحر، وبتمسك تليفونه وبتسجل عليه رقمها وبتعرفه بنفسها وبتقوله ان هي هتتواصل معاه. وبعدها بترجع ميا على دار الايتام وبتدخل اوضتها وبتشغل الكمبيوتر وبتقرأ خبر عن الحادثة اللي عملها كايل واصحابه. وبنكتشف هنا ان نوح صاحب كايل اللي مات في الحادثة كان حبيب ميا. وتاني يوم كايل بيصحى من النوم وبيتفاجئ ان ميا موجودة في البيت، وبتعرف نفسها لابوه وامه على ان هي تبقى صاحبته، وبتقول لها ان هي عايزة كايل يجي مع ميا ويقعدوا عندها في اسبانيا كام يوم. فبتفرح ام كايل جدا وبتلاقيها فرصة مناسبة ان كايل يغير جو ويخرج من حالة الاكتئاب اللي هو فيها بقاله فترة. وبيقف كايل مصدوم ومتفاجئ من اللي بيحصل، وبتكون ميا فرحانة ومبسوطة ان خطتها نجحت. وفعلا تاني يوم بيكون كايل مع ميا في الطيارة، وبتكون ميا مبسوطة جدا باللي بيحصل وبتفضل تتكلم مع كايل، لكن كايل ما بيردش عليها وبيحط السماعات على ودنه وبيسمع موسيقى وبينام. وبمجرد ما بيوصلوا لأسبانيا بيتفاجئ كايل بان ميا أجرت شاحنة صغيرة مجهزة بكل وسائل المعيشة. فبيسوق كايل العربية بسرعة بطيئة، ومع ذلك بيكون متوتر وخايف جدا. فبتهزر ميا وبتقوله ان هما كده هيقضوا الرحلة كلها في الطريق، لكن كايل ما بيردش عليها وبيركز في السواقة. وبتفضل ميا تتكلم مع كايل وهو ما بيردش عليها لحد ما بتقوله ان هي جعانة وعايزة تاكل، وبتقوله ان في مطعم كويس في طريقهم وبتطلب منه يقف عنده، ولكن كايل بيكون متردد وخايف ان هو يقف على الطريق السريع. فبتمسك ميا الدركسيون وبتوجهه ناحية طريق المطعم، فبيخاف كايل وبيزعق لها وبيطلب منها ما تعملش كده تاني. وبعد شوية وقت بيدخل كايل المطعم وبيلاقي ميا بتحتفل بعيد ميلادها لوحدها وهي بتعيط، فبيسيبها وبيرجع للعربية تاني. وبعدها بتركب ميا العربية مع كايل وبيكملوا في طريقهم. وبيظهر ان كايل لما شاف ميا وهي بتعيط اتعاطف معاها، فبيبدأ يتكلم معاها وبيسألها هي ليه اختارت السفر لأسبانيا. فبتقوله ميا ان هي بتدور على امها اللي سابتها في دار الايتام من وهي طفلة، وبتقوله ان امها اصلها اسباني وان هي بقالها سنتين بتدور على اي معلومات تدلها على امها، لحد ما قدرت تحدد اسماء 10 سيدات بيعيشوا في اماكن مختلفة في اسبانيا وممكن تكون امها واحدة منهم. وبالليل بيوصل كايل وميا الاستراحة اللي على الطريق علشان يباتوا الليلة هناك ويكملوا رحلتهم تاني يوم. وتاني يوم بتصحى ميا من النوم وبتاخد الدواء بتاعها، وبتخاف ميا لما بتكتشف ان كايل مش موجود، وبتفتكر ان هو مشي وسابها لوحدها، ولكنها بترتاح لما بتلاقيه جاي ناحيتها وبتعرف ان هو كان بيجيب الفطار. وبعدها بيكملوا في طريقهم وبيقع مشروب الشوكولاتة على هدوم ميا وبيوسخها، فبيشتري لها كايل هدوم جديدة وبيقول لها ان الهدوم دي هدية عيد ميلادها. فبتشكره ميا وبيركبوا العربية سوا وبيروحوا لأول واحدة من ال10 سيدات، واللي ميا شاكة ان واحدة منهم هي امها، لكن ما بتكونش دي ام ميا. فبترجع ميا لكايل وبيفضلوا يتنقلوا بين المدن حسب العناوين اللي مع ميا. وبتقابل ميا اول 5 سيدات في القايمة اللي معاها ومفيش ولا واحدة فيهم بتكون هي امها. فبتكون ميا محبطة جدا، لكن كايل بيعزمها على الغدا وبيواسيها وبيقول لها ان لسه فاضل 5 اسماء وان اكيد امها هتكون حد فيهم. وبيلاحظ كايل ان ميا بتاخد دواء قبل الاكل، فبيسألها اذا كانت بتعاني من مرض معين، لكنها بتقوله ان الدواء ده عبارة عن فيتامينات. وبيخلصوا الغدا وبيجي الجرسون وبيديهم الفاتورة، وبتكون ميا عايزة تدفع الحساب، لكن كايل بيمنعها وبيقول لها ان هو اللي هيدفع. ولكن فجأة بيقع دفتر المذكرات بتاع ميا وبيشوف كايل صورة ميا مع صاحب نوح اللي مات في الحادثة، فبينصدم كايل وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وراه وبتقوله ان هي لما انقذته من الموت ما كانتش تعرف ان نوح يبقى صاحبه، وبتقوله ان هي حبت تخليه يسافر معاها علشان يتجاوز محنته زي ما هي قدرت تتجاوز محنة موت حبيبها. فبيهدى كايل وبيقتنع بكلامها وبياخدها وبيكملوا في طريقهم، لكن كايل بيتفاجأ بالشرطة بتوقفه وبيطلب منه الضابط انه يمشي بسرعة اكبر لان هو كده بيعطل حركة المرور. فبتضحك ميا جدا وبتقوله ان هي اول مرة تشوف الشرطة بتطلب من حد يمشي بسرعة. وبعدها بيروحوا على الشاطئ وبيقضوا وقت جميل سوا، وبالليل بيستمتعوا سوا بجو البحر والسماء والنجوم. واثناء ما هما بيتكلموا ميا بتفقد الوعي، فبيجري بيها كايل بسرعة على المستشفى، وهناك بيعرف كايل من الدكتور ان فقدان الوعي امر طبيعي يحصل لميا وده بسبب حالتها الغير مستقرة، وبيعرفوا ان هي دلوقتي بقت احسن وهتخرج من المستشفى حالا. لكن كايل ما بيكونش فاهم كلام الدكتور وبيسأل ميا عن حالتها، فبتقول له ميا ان هي بتعاني من ضعف في عضلة القلب وان الادوية اللي هي كانت بتاخدها ما كانتش فيتامينات زي ما قالت له. فبيقول لها كايل ان هو هيكون جنبها على طول. وبعدها بيكملوا في رحلة البحث عن ام ميا وبيفضلوا يزوروا مدن كتير مع بعض، وبيقابلوا 4 سيدات من ال5 الباقيين، لكن ولا واحدة فيهم بتكون هي امها
لحد ما بيوصلوا لآخر ست في القايمة اللي مع ميا، وبتتصدم لما بتكتشف ان الست دي مش هي امها، وبتطلب من كايل ان هي تبقى لوحدها شوية، لكنها بتتأخر وبيتخض عليها كايل، وبيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها قاعدة لوحدها، فبياخدها وبيروحوا ينزلوا في فندق فخم، وبالليل بيتعشوا سوا، وبيسألها كايل اذا كان نفسها في حاجة قبل ما يرجعوا على امريكا، لكنها بتفاجئه وبتقوله ان هي مش هترجع امريكا غير لما تلاقي امها، فبيتعصب وبيسألها عن سبب اصرارها ان هي بتدور على امها، وبيقول لها ان امها اتخلت عنها من سنين كتير، وبيسيبها كايل وبيمشي، فبتروح وراه وبتعتذر له وبتطلب منها يديها مهلة 3 ايام بس، وبعدها هتعمل العملية فورا. وتاني يوم كايل بيقول لميا ان هو اكتشف غلطة في الاسم التاني لأم ميا في الأوراق اللي معاها، وبيقول لها ان هو قدر يعرف الاسم الصح وباحث عنه كتير، وقدر يوصل لاسم واحدة ست موجودة في قرية صغيرة قريبة منهم، فبتفرح ميا وبياخدها كايل وبيروحوا على عنوان الست دي، لكن وهم في الطريق ميا بتفقد وعيها مرة تانية، فبيروح بيها كايل على المستشفى، والمرة دي الدكتور بتقوله ان قلب ميا حالته سيئة جدا، وان في خطورة على حياتها ولازم تعمل عملية جراحية فورا، وبتطلب الدكتورة من كايل ان هو يقنع ميا تعمل العملية لان هي خايفة ورافضة تعملها، فبيدخل كايل لميا وبيترجاها تعمل العملية، وبيعترف لها بحبه ليها وان هو ما يقدرش يعيش من غيرها، وبيعرفها ان هو ياخدها علشان تدور على امها، لكنه بيطلب منها توعده ان هي توافق تعمل العملية، فبتفرح ميا وبتوعده ان هي هتنفذ كلامه، فبياخدها كايل وبيخرج بيها من المستشفى من غير ما حد يشوفهم، وبيروحوا على عنوان الست اللي قدر يوصل لها، وهناك ميا بتقف قدام الباب وبتخبط على الباب، وبيتضح ان الست اللي في البيت دي تبقى هي ام ميا، لان هي بمجرد ما بتشوف ميا بتعرفها من السلسلة اللي هي لابساها، وبتحضنها وبتعيط جامد، وبتدخل ميا مع امها البيت وبيفضلوا يتكلموا سوا، وبالليل كايل بياخد ميا وبيروح على مكان جميل وبيشغل لها الاغنية اللي هي بتحبها وبيرقصوا سوا، لكن ميا بتتعب فجأة وبيغمى عليها، فبيجري كايل بيها على المستشفى، وبتدخل ميا غرفة العمليات، وبيفضل كايل مستنيها وهو بيعيط، وبعد مرور كام يوم بيكون كايل رجع لأمريكا تاني، وبيكون في بيته وبيودع أمه وأبوه لأن هو مسافر لمنحة دراسية، وبيخرج كايل من البيت وبيروح ناحية شاحنة زي اللي كانت معاهم في أسبانيا، وبيتضح إن ميا مستنياه في الشاحنة، وإن العملية نجحت وقلبها دلوقتي بقت حالته كويسة، وبتسوق ميا العربية وبتمشي هي وكايل علشان يكملوا حياتهم سوا، وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.